شفنا معاكم مشاهدينا جاد، والحقيقة ان هو قدم لنا يعني اغنية ما يختلفش عليها اتنين، وهي اغنية يا غايب. وعد. والله شوفي، شفتيه جاد ولا شفتيه فضل؟ لا انا شفته جاد. أوكي. لانه انا اقول لك صراحه، يعني ما يزعل مني جاد اكيد، بس انت اخترت فنان خطر، لانه كتله مشاعر واحاسيس. الاستاذ فاضل شاكر يعني لما يغني يخلي الشجر يتحرك والجدر يتحرك قد ما انه فظيع. بس انت يعني طبعا مشكور انك انت قاعد بتحاول تقلده. اول ما بلشت تغني بديت تغني اوكي زيه، بعدين رجعت شويه بعدت عنه خالص خالص خالص، والشكل بعيد. شراره بده يطاحش. تفضل. ما بيطاحش، لا بدي اقول شغله حلوه، عندك خامه قريبه كثير عليه، يعني البحه في شغله على الواطي بالاحساس تبعك بالطبقات الواطيه قريبه على صوته، بس عربك بعاد كثير عن عربه، لانه هو عنده احساس خاص بفضل شاكر. فبس هيدي اللي بدي لك اياه. اختيارك كان صعب. هو قلت لك في فنانين كبار مثل مثل شيرين، مثل حسين جسمي، مثل نبيل شعيب، عندهم احاسيس مميزه لهم كثير، وصعب حيلا انسان يقيمهم مزبوط او يقلدهم. مشان هيك عم تظلم حالك. صوتك حلو، عندك كاركتير خاص فيك، عندك شويه شبه بالصوت لفضل شاكر، بس برافو، خليك هيك. بنشكر اللجنه الحكم، ويمكن من كلام اللجنة الحكم المفروض ان المواهب اللي ان شاء الله هنشوفها معانا في الحلقات المقبلة يكونوا بياخدوا درس، ويحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يكونوا بيختاروا اغاني قريبة منهم ومن الفنانين طبعا اللي هم حابين يقدموهم، بس تكون قريبة منهم اكتر. هنشوف معاكم دلوقتي مشاهدينا ال50% الخاصة بجد. طبعا الدرجة من 10 مبدئيا على صوته وأداؤه. سمعنا الصوت الرابع، وفاضل معانا صوت دورساف. ودورساف هي مضيفة طيران، لكن هي اشتركت معانا في البرنامج علشان تكون معانا على الأرض هنا من خلال زي النجوم. هنشوفها وهنتعرف عليها أكتر في الريبورتاج اللي جاي، وبعد كده هنشوفها معاكم على طول على الستيج في زي النجوم.